الإنتاش هو المرحلة التي تبدأ فيها البذرة بالتحول إلى كائن حي ينمو. تبدأ العملية بتحول البذرة إلى نبتة فتية، نبتة صغيرة. يستمر هذا النمو تدريجياً حتى تصبح نبتة كاملة، تمتلك جذوراً، ساقاً، وأوراقاً. ثانياً، شروط إنتاش البذرة. لكي تنجح البذرة في الإنتاش وتنمو بشكل سليم، يجب توفر 3 شروط أساسية. 1. سلامة البذرة. يجب أن تكون البذرة غير مسوسة أو مكسورة أو تالفة. 2. الماء. توفر الرطوبة اللازمة عن طريق السقي أو المطر. 3. الحرارة المناسبة. كل بذرة تحتاج لدرجة حرارة معينة، الدفيء، لتبدأ بالنمو، والبرودة الشديدة أو الحرارة المفرطة قد تمنع ذلك. الزمني. 1. مرحلة البذرة السليمة. توضع في التربة مع توفر الماء والحرارة. 2. مرحلة الإنتاش. يبدأ الجذير في الظهور والتوجه نحو الأسفل، والسويقة نحو الأعلى. 3. مرحلة النبتة الفتية. تظهر أولى الأوراق الصغيرة. 4. مرحلة النبتة الكاملة. يكتمل نمو الجذور والسيقان، وتزداد الأوراق خضرة وقوة.